أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم تانيتس شوية وش مع دكتورة مي نجيب. احنا هنفكركم في سلسلتنا اللي احنا شغالين فيها، هي سلسلة الهابي تشايلد. الهابي تشايلد احنا بنتكلم ازاي نخلي أولادنا فرحانين، وقلنا ان الفرح اللي احنا بنقصده مش هو الفرح باني ابني بس سعيد طول النهار بيضحك او بيجري كتير او بيتحرك او بيلعب. قلنا لا، احنا عايزين الطفل اللي عينيه مليانة سعادة وبتلمع وقادر ياخد قرارات وقادر يعبر عن نفسه. هو ده الطفل السعيد اللي احنا عايزينه يعني. اتكلمنا في 3 حلقات قبل كده عن حاجات كتيرة، عن ان احنا نعمل ذكريات حلوة، على ان احنا نخليه فرحان بعلاقاتي انا كمان وصراعاتي اللي انا قادرة اخدها بعيد عنه، وكمان بفرحي انا اساسا، وجودي انا فرحانة هو كمان فرحان. وده هنلاقيه في الحلقات اللي فاتت وازاي نعمل. الحلقة دي هنركز فيها عن مشاعره. بنقول ان الطفل الفرحان او السعيد قادر يعبر عن مشاعره بسهولة. لو انا ما كبتش عنده المشاعر، بالذات المشاعر السلبية، يعني مثلا ما يجيش يعيط قدامي لان هو سعيد، فانا اقول له كده بمنتهى البساطة: حبيبي انت راجل ما تعيطش. ما ينفعش ابدا ان احنا نقول الحكاية دي. ليه؟ لان هو بيعبر عن مشاعره، بيعبر او يجي مثلا يحكي لي. اوقات كتيرة حتى البنت ابتدي اقول لها ما تضحكيش بصوت عالي، ما تضحكيش مش عارفة ازاي، ما تتكلميش وسط الناس. الكلام ده كله بيجي بيحس الطفل ان هو لازم يسكت وما يعبرش عن مشاعره وما يعبرش عن افكاره، ودي حاجة بتخليه من جوه هو مش قادر يكون سعيد ومش قادر يكون مبسوط ومش حاسس ان هو فرحان. يعني فرحه ان انا كمان اديله الوسيلة اللي يقدر يعبر بيها عن نفسه وعن مشاعره وافكاره. طب ازاي اقدر اساعده في ان هو يعبر عن افكاره ومشاعره؟ ده اللي احنا نقوله دلوقتي. الطفل في السنين الأولى من عمره لغاية سن 4-5 سنين بيبقى بيستقبل المعلومة والفكرة والمشاعر إن هو كحاجة مسلمة، هو مش بيفكر فيها، هو بياخدها كده ويبتدي يخزنها في مخه ويعمل لها نوع من عمليات الوضوح والخيال وتمشي في مخه كده بمنتهى السهولة. لكن بعد ما يكبر بعد 5 سنين بيبتدي في مخه بيشتغل بطريقة مختلفة، بان هو يبتدي يفلتر المعلومات اللي داخلاله دي ويبتدي يحللها ويشوف ايه اللي فيها صح وايه اللي فيها غلط، او ايه اللي فيها راكب على بعض، ويركب الحاجات ويطلع استنتاجات. دي طريقة التفكير بقى ما الطفل بيكبر شوية. فانا كبابا وماما المفروض عليا ان انا ابقى مستوعبه الفكره دي واعلم طفلي حتى من هو صغير ازاي يعبر عن مشاعره، ازاي يقول افكاره اللي جواه. طب هعمل ده ازاي؟ هعمل ده في طريق اللعب. يعني مثلا هنحكي حكايه عن حيوانات، فبقول ايه ده الحيوان ده عمال يضحك. طب هو بيضحك ليه؟ بيضحك عشان فرحان. طب فرحان ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا حصل في الحكايه فخليته فرحان. او حتى في قعدتنا بابا بيضحك. طب بابا بيضحك ليه؟ بابا بيضحك عشان مبسوط ان حصل كذا كذا كذا. فانا بعمل ايه؟ بديله الشعور وبديله سببه. طيب بابا جاي متضايق مثلا، شايف وش بابا قافل ازاي وعينيه مكشره وعامل كده، فانا بقول له هو عامل كده ليه؟ علشان مثلا بابا متضايق من الشغل من الحاجه الفلانيه. يبقى انا ببتدي اعمل ايه بمنتهى السهوله؟ انا ببتدي اشرح الشعور وفي نفس الوقت اقول اسبابه. فهو بعد شويه يبتدي هو يحكي لي. فانا بقول له يعني انت مبسوط عشان مثلا جبت اللعبه الفلانيه، يعني انت زعلان عشان ماما سابتك، او انت زعلان عشان عايز مثلا حاجه دلوقتي ومش هنقدر نجيبها. يبقى انا ايه؟ ببتدي اخليه هو يدخل كلمة الشعور جواه وجوه كلامه، بان انا بحلل الحاجات اللي هو شايفها قدامه، وفي نفس الوقت القصص اللي بحكيها او الحكايات اللي بحكيها بدخل فيها شعور، كل انواع الشعور. لو انا مش عارف اعمل ده بعمل حاجة تاني، بان انا برسم صورة الشعور. احنا كلنا عارفين الرسومات اللي بتيجي على الايموشنز دي.
بان انا بقول مثلا ان هو ده مبسوط، ده زعلان، ده متضايق، ده قلقان، وببتدي اوصف الشعور وهو بيعمل او بيحصل ده امتى. الحاجة المهمة الأخيرة اللي أنا عايزة أقولها لكم الحقيقة إن الطفل بيبقى سعيد ومبسوط لما بيبقى لاقي ودن كمان تسمع شعوره. يعني ما يجيش من المدرسة يبتدي يحكي حكايات، هو اتخانق مع صاحبه ومش عارفة مين أخد القلم، مين عمل لي إيه، أنا جريت. الحكايات اللي بيحكيها دي واحنا بنعتبر ان ده كله نوع من تضييع الوقت في ان انا بسمعه، لا، هو هيفرق معاه قوي وهيحس بالتقدير وهيحس ان مشاعره مقدره لما اديله ودني واقول ان انا سامعاه. ما ابتديش وهو عمال يحكي اقول له روح اقلع هدومك، اغسل ايديك، وضب اوضتك، او مثلا هات لي مش عارفه ايه من التلاجة، كفايه بقى انا اتصدعت، او حتى ادخل في حوار تاني انا وبابا، او اسيبه وامشي. الحاجات دي بتحسس الطفل ان هو مش مقدر ومشاعره نفسها مش متقدرة. هيفرق معايا قوي لما طفل يبقى عارف يعبر عن مشاعره لانه هيبقى فرحان. دي حلقتنا النهاردة عن مشاعر أطفالنا، ازاي نخليه يعبر، وتعبيره ده هيرجع لينا بان هو هيبقى طفل فرحان، وانا عايزة اولادي فرحانين. هنكمل سلسلتنا مع حلقة جديدة المرة الجاية من هابي تشايلد وتاني تشوية وش مع دكتورة مي نجيب. اعمل سبسكرايب عشان يجيلك الحلقة الجديدة. شكرا.